الزملكاويه بقى بيلبسوا تيشيرت نادي الزمالك في الشارع عادي. البوست ده منتشر ما بين مواليد التسعينات وما قبل ذلك، الناس اللي هم في سننا اللي شافوا الجيل الذهبي للنادي الاهلي والعشريه السوداء لنادي الزمالك. لغه الارقام ما بتكذبش. قبل العشريه السوداء كانت نسبه الفوز 2-1، ونسبه التعادل كانت نفس النسبه 2-1. فببساطه من كل 10 مباريات النادي الاهلي بيكسب 4 مرات وبنتعادل 4 مرات، ونادي الزمالك بيكسب مرتين 2. ومن ضمن الاحصائيات ان 90% من اللي بيتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي مش متابعين. تابعوني. وكانت نسبه البطولات 2-1، ضعف البطولات. كل 3 بطولات تقريبا الزمالك بياخد بطوله، وكانت لغه الارقام ماشيه على هذا المنوال. ولكن بعد 2004 الموضوع اتغير بشكل كامل. يعني نادي الزمالك ما شاركش في نهائي قاري ولا مره، نادي الزمالك ما كسبش بطوله الدوري ولا مره لحد كل ده، لحد 2014. كسب 3 بطولات كاس مصر، منهم اصلا مرتين كان يعتبر الجيل الذهبي انتهى، 2013 و2014. بعد 2014 حصل تحسن كبير في نتائج نادي الزمالك، وكمان على مستوى البطولات قدر نادي الزمالك يكسب 3 بطولات دوري، وكمان 4 بطولات قارية، منهم 7 نهائيات. كمان قدر يكسب بطولة كاس مصر 7 مرات، منهم 3 نهائيات في مواجهة مباشرة مع النادي الأهلي. الفيديو ده مش تقليل من النادي الأهلي ولا من جمهوره، الفيديو ده بيقول إن الكرة منافسة، والمفروض أنت تفرح إن المنافس بتاعك بدأ يرجع لعهده القديم.